السلام عليكم، معكم دكتور صيدلي إسلام البي، واحنا النهاردة هنتكلم عن مرض السكر. أول حاجة إيه هو مرض السكر؟ مرض السكر هو عبارة عن زيادة نسبة السكر الجلوكوز جوه الدم عن المعدل الطبيعي. طبعا زي ما احنا عارفين إن البنكرياس هو اللي بيفرز الأنسولين اللي بيقلل لنا من مستوى السكر في الدم أو بيخلي مستوى السكر في الدم في المستوى الطبيعي. مرض السكر فيه منه نوعين. أول نوع إن البنكرياس ما بيفرزش خالص أنسولين، يعني خلايا البنكرياس ديت توقفت تماما عن إفراز الأنسولين، وفي النوع دوت إحنا بنحتاج إن إحنا ناخد أنسولين خارجي. في النوع التاني من مرض السكر ده عبارة عن إن أو في احتمالين يعني. أول احتمال إن الأنسولين اللي بيفرزه البنكرياس ضعيف أو كميته قليلة، فمش قادر إن هو يقلل من مستوى السكر في الدم. وتاني احتمال ان الخلايا مش حاسه بالانسولين اللي بيتفرز جوه الجسم، او ان الجسم يعني ما بيحسش بالانسولين اللي بيتفرز جواه. تاني حاجه، ازاي نقيس السكر او ايه هي انواع التحليل اللي احنا ممكن نعملها علشان نعرف احنا عندنا سكر ولا لا. اول نوع اللي هو او هما يعني نوعين مع بعض، اللي هو تحليل السكر الصايم والفاطر. اول حاجه طبعا بنعمل تحليل السكر الصايم دوت ان احنا بنصوم عن الاكل والشرب ما عدا الميه لمده 8 ساعات، غالبا طبعا هيبقوا بالليل وقت النوم. وهنبتدي ان احنا نروح المعمل نعمل تحليل السكر الصايم. ده النسبه بتاعته بتبقى من 70 ل 100، ده الحدود الطبيعيه بتاعته. طبعا لو اكتر من كده بيبقى في احتماليه كبيره ان احنا مرضى سكر. تاني حاجه او يعني تاني تحليل اللي هو طبعا بيبقى بعده على طول اللي هو تحليل السكر الفاطر. بعد ما بنحلل التحليل الأولاني بناكل حاجة وبنستنى لمدة ساعتين، وبعد كده بنعمل تحليل السكر اللي هو الفاطر. ده بيبقى النسبة الطبيعية بتاعته من 100 أو أقل من 140، من 100 ل 140 أو أقل من 140. لو أعلى من كده طبعا ده معناه إن إحنا عندنا مشكلة، ممكن تبقى مشكلة عرضية يعني وقت كده وهتعدي زي أثناء الحمل والكلام ده، أو ممكن تبقى إن هي مشكلة على طول. طيب في نوع تاني من التحاليل او نوع تالت من التحاليل بتاعة السكر بنعملها مع التحاليل دي عشان نتأكد احنا عندنا سكر ولا لا، اللي هو تحليل السكر التراكمي. ده اللي هو اسمه HbA1c. التحليل ده المفروض ان هو بيشرح لنا او بيقول لنا ايه تاريخ السكر في الجسم عندنا لمدة 3 شهور فاتوا. والرسمة اللي جنب دي بتحدد او بتعرفكم انتوا في انهي مرحلة من مراحل السكر، يا اما احنا مفيش سكر خالص، او ان احنا عندنا ما قبل مرحلة ما قبل السكر، او عندنا السكر في جسمنا بنقدر ان احنا انا مريض سكر وبقدر ان انا اتعامل معاه تعامل كويس جدا، او ان انا عندي السكر ومفيش خالص، ان انا مش قادر اتعامل مع السكر والدنيا مبهدلة عندي على الاخر. وفي اخر الحلقة يا رب تكونوا استفدتوا، وعلشان تفيدوا غيركم زي ما انتوا استفدتوا اعملوا شير للحلقة دي واعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان تستفادوا بكل الحلقات اللي انا بقدمها على القناة هنا.